شويه هاسيندا بلو، بس هنروح ديستنيشن الضبعه 118 فدان كوزي. يا ساده يا انفسترز اسمعوني، كوزي كومباوند عرض البحر 550 متر في عمق كيلو. فخلي بالك نسبه الفدادين بتاعه الاراضي، يعني مثلا لو قلت لك 600 فدان هتلاقي عرض البحر كيلو، لو قلت لك 300 فدان هتلاقي العرض من 500 ل 700. اوكي، نسبة وتناسب. النسبة هنا معدولة، الفيلات كتير والشاليهات كتير، ولكن جونيور وسينيور شاليه فقط. الجونيور والسينيور شاليه اولا ده الهيرو تايب بتاع بالم هيلز، خلاص الهيرو تايب. يا انفستر سواء فليبنج اعادة البيع او تأجر، رقم واحد تفكر فيه عنده. ويا اند يوزر مساحات الجناين في الجونيور والسينيور شاليه لا تقل عن 180 وبتطلع فيما فوق ال 200 الجاردن بس. البنت هاوس اشرح لك سريعا البلوك بيبقى عامل ازاي. البلوك المبنى بيكون ارضي واول، الارضي والدور بيكون فيه شقتين. الارضي معاه جنينه، ادي شقتين بجنينه وادي شقتين وفوقيهم بنت هاوس وشقتين بروف. اوكي، الجونيور والسينيور، الجونيور ده بياخد مساحه اقل من السينيور، بتبقى المساحات اكبر. فده الهيرو تايب، فتقدر برضو تدخل معاه في تايبس السينيورز والجونيور ب 12 سنه انستولمنتس. فده برضو لطيف جدا. ايه لكاتيجوري المطور ده، لتيكت برايس بقارنها للمطور ده، لانستولمنتس على 12 سنه اقساط مع المطور ده او الكاتيجوري ده. باكج وفاسيلتيز، خد كل حاجه انت عايزها. جبت لك مش المشاريع الساحليه، جبت لك المشاريع السكنيه، قلت لك عرض البحر واللاندسكيب اريا والجرينري اريا والجمال عامل ازاي. هو ليه طابع يا جماعه، ليه هويه. لو انت دخلته وحبيته مش هتطلع من مشاريعه. لو انت دخلته ومش ده اللي انت بترتاح فيه، بترتاح في حاجه تانية احسن. لا للتوجيه، انا بقول لك انت لما تيجي تشتري في بالم هيلز هيبقى عندك برضو 90% من المعلومات اللي حضرتك هتكون محتاجها. فده مطور يستحق ايه بقى ان انا افكر فيه كانفستمنت، لان انا بترمي دايما في حضن الكيان الكبير اللي ليه سابقه من 2007. الراجل ده عندك شوف كام سنه مشغل، وشوف كام سنه تقدر تحكم على صيانته، شوف كام سنه تقدر تقول الرنتل فيز بتاعته بتزيد كل سنه بزياده كام. فعندي ريفرنس اقدر احكم عليه الاستثمار بتاعي، مش كلمه وخلاص. متفقين ان الفليبنج